السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبه لكم 7 خطوات هنقهر بيها اللي ظلمنا، هنخليه يندم طول حياته ان هو ظلمنا. نبدأ الخطوات دي، بس قبل ما ابدأ صلوا على النبي في الكومنتات واللايك الحلو كده والشير، عشان انا محتاجة منكم تخلوا ال7 خطوات دي على صفحتكم عشان تراجعوها اول باول. اول حاجة من البداية قبل ما ابدأ ال7 خطوات لازم نكون وصلنا لمرحلة كفاية، مرحلة كفاية. احنا من داخلنا بنقول كفاية اعذار، كفاية تفكير فيه، كفاية تعلق. وصلنا للمرحلة دي. ليه بقى هنوصل للمرحلة دي؟ لما نحس ان احنا تعبنا والألم عندنا زاد وعايزين نتخلص نهائي من الظالم وذله والوجع اللي بيسببه لنا. هنبدأ بقى الخطوات اللي بيها هنقهر الظالم ونتخلص منه ونخليه يندم طول حياته على اللي هو عمله فينا. بس صلوا على النبي في الكومنتات يا جماعة بالله عليكم. أول حاجة لازم نقول كلمة لأ. بجد احنا محتاجين نقول كلمة لأ. لأ، أنا مش موجود في الوقت اللي انت عايز ترجع لي فيه فأنا أكون متوافر. لأ، انا مش هديك مبرر تاني على اللي انت عملته فيا ده للظالم. لا، مش هسمح بدخولك وخروجك كل شويه وتتسبب لي اذى نفسي. يبقى لازم نفهم ان احنا نقول كلمه لا، وهي دي هتنهي عندنا احساسنا بان احنا متاحين. احنا مش متاحين خلاص، لان كلمة لا دي لما هنقولها هنبطل ان الناس دي المؤذية تخذلنا. هنحرم المؤذي ان هو يتمادى في ظلمه لينا، وكمان هتوقف المسامحة الكتير اللي احنا بتحصل لينا. فاول حاجة عشان نخلي الظالم يتقهر مننا بجد ويندم على العمل اللي هو عمله فينا، نقول له لا. دي بسيطة بجد، كفاية كده اللي انت عملته فينا. لا، ومفيش سماح بعد كده. تاني حاجة لازم نعملها هو احنا نواجه حقيقة ان احنا اتأذينا. في ناس ما بتبقاش مصدقة ان هي اتأذت من اقرب الناس ليها، والظلم ما بيجيش الا من اقرب الناس لينا واللي احنا قدمنا لهم الكتير. فتاني حاجة نعملها عشان نندمه على اللي عملوا فينا هو ان احنا نصدق بقى ونبطل نقول لا، يمكن ما يقصدش، لا يمكن عمل كده عشان غصب عنه. لا، بطلوا يا جماعة. كفاية دفاع عن الظالم، ونفهم ان احنا في ابتلاء بالظلم. ده مهم جدا. ايه تالت حاجة هنواجهها عشان نخلي الظالم يتقهر كده، هو اللي يتقهر ان هو سابنا او هو ظلمنا. تالت حاجة الانسحاب مش الهروب. الهروب انا اتأذيت بس انا عماله اقول انا بخير. لا، الانسحاب من كل حاجة تخلينا بجد بخير. ايه هي الحاجات اللي هننسحب منها عشان تخلينا بجد بخير؟ هو هنطلع من محادثات قديمة كان بيننا وبين الظالم. خلاص، ما هنبطل نتفرج على صور قديمة بينا وكانت يعني بتجمعنا بينا وبين الظالم. نبطل بقى الناس اللي بتروح ساعة ما تتظلم او تتقهر تبدأ تسمع اغاني كلها جرح وعياط وحزن. يا جماعة احنا مش هنهرب، احنا هننسحب. نبطل بقى لا اغاني ولا صور قديمة ولا محادثات بيننا وبينه. طيب وايه تاني؟ السوشيال ميديا تماما بلوك وما نفتحوش. بجد بلوك وما نفتحش البلوك في كل مواقع التواصل الاجتماعي بيننا. بلوك في الارقام التليفون. لا، مع السلامة، احنا مش محتاجين منهم حاجة. اقفلوا ابواب الذكريات. طيب انا وصلت كده لتالت حاجة هتخلينا ايه؟ تالت خطوة من الخطوات اللي هتخلينا ايه؟ نقهر الظالم ونخليه يندم طول حياته. طب رابع حاجة انا كتبتها لكم
لان يعني مريت بالتجربه دي، وفي غيري مر بظلم وانا نصحته بالتجربه دي. رابع حاجه دي مهمه قوي، هننشئ لنفسنا جو جديد خالص بعيد عن الخذلان والوجع والهموم. ازاي؟ ما احنا تعبنا وحزنا وتعبنا بما فيه الكفايه. يا جماعه بالله عليكم كفايه حزن وخذلان ووجع والم وسوشيال ميديا وصور قديمه. طب هنعملها ازاي دي؟ وعن تجربه هنهتم بصحتنا شويه. هتلاقوا الحزن اثر عليكم. الحزن بيأثر على البني ادم بطريقه رهيبه، اللي بيخس واللي بيجيله حاجات امراض نفسيه واللي بيجيله امراض عضويه. طب هنبطل الحزن ده ازاي؟ لما نشغل وقتنا. هنشغل وقتنا ازاي؟ كل حاجه ليها حل. النهارده احنا هنطلع النهارده مجبورين الخاطر وقاهرين الظالم. هنشغل وقتنا ازاي؟ زي ما كنا بنفتح وندور يعني شاطرين قوي بنسمع اغاني والكلام ده، هنتعلم حاجه مفيده، حاجه احنا حابين نتعلمها، حاجه تعزز ثقتنا ويقيننا في الله. نفتح ندور نبحث نقرا، ندور على فيديوهات فيها يقين في الله، ندور على كلام سيرش في جوجل، انا ازاي اخرج من ازمه الظلم اللي انا فيها. ندور على حاجه نتعلمها عشان نشتغل على نفسنا. ممكن الحاجه اللي هنتعلمها دي هتجيب لنا ربح ايا كان. فكر انت او انت بتعرفي تعملي ايه، اتعلمي تعمليه صح عشان يكون مصدر للرزق ليك، وكمان يكون حاجة تلهيك وتسليك عن التفكير في الظالم. لازم حياة جديدة خالص. تمام؟ نتعلم قراءة قرآن. الناس اللي مش قادرة تنزل ولا تطلع ممكن تتعلم قراءة قرآن، وده سهل. خامس حاجة وخامس خطوة هنعملها لجعل نفسنا حياة جديدة سعيدة بعيدة عن الظلم، لا وهنقهر الظالم، هو أعزل نفسي تماما عن حاجة تقربني ليه. عدوا عندكم ناس ليهم علاقة بيه، ولما تيجوا تقعدوا معاهم هتفتحوا سيرتهم. يعني هنقول كلمة لأ ليه؟ كلمة لأ على نظرة في السوشيال ميديا أو معلومة هعرفها من حد هتعمل لي غصة في نفسي. لا مش عايزاه. لا قولي لا، قول لا. خلاص. كلمة لا على ان انا افتكر. كلمة لا مهمة قوي. اي وجع هو سببهولي، او اروح مكان كنت بجتمع فيه معاه في حياة معاه، ابعد خالص. لا على زيارات السوشيال ميديا. ارجوكم انا مش عايزة ارجع خطوة لورا. احنا عايزين الجرح يلتئم. لما حد يكون عنده جرح كده بيروحوا ايه مطهرينه وحاطين له بتادين وحاجات مطهرات ومراهم للعلاج مضاد حيوي. احنا في مرحله المضاد الحيوي، فبيرفوه كده بشاش. ما ينفعش بقى انا اكون عندي الم وجرح هنا وكل شويه افتح ايه الالم عامل ايه دنيته عامله ايه، هو اتقدم في حياته، طب هو علاقته بالاخرين ايه، طب هو نجح، طب هو كسب. لا، نقفل الالم وبلاش نفتح عليه. خلوا الجرح يطيب. امانه عليكم. سادس حاجه بقى عشان هتقهروا بجد، هنطلع بعد السبع خطوات مجبورين. صلوا على النبي في الكومنتات وشير للفيديو ده عشان ترجعوا له. سادس حاجه حته في الجون بقى، خلي بالك اللي ظلمك واللي قهرك هيرجع لك، ده لابد منه. ما هو الناس الظالمه بتأذينا واحنا كنا قدمنا احلى ما في حياتنا، في عمرنا، في فلوسنا، في صحتنا، تضحيه، قدمتوا كل حاجه. اصل الظالم ده مش بيبقى جاي يظلمك كده، لا، اخد كل حاجه حلوه وهوب بح اختفى، وخديعه وخيانه وغدر. طيب هيعمل ايه؟ اطمنوا، انتوا دلوقتي مقهورين وزعلانين ومتضايقين، وامتى يرجع ويعتذر لنا والحقوق ترد. لا، ما يرجعش. ما تتمنوش الاشخاص دي اللي لوثت حياتنا وكانت سامه في حياتنا ترجع لنا. لا، ما يرجعش. بس هيرجع، انتوا ما تتمنوش رجوعه. هو هيرجع عشان ايه؟ عشان يقول لك ايه؟ عشان يستهلكك. هيستهلكك ازاي؟
هيقول لك ما كانش قصدي. انا وحشتك، مش هيقول لك انت وحشتني، هو انا وحشتك؟ لا يمكن يعترف. والله انا ما لقيتش زيك في التعامل بتاعك وطيبتك. هيرجع يديك كام جمله كده عشان يثبتك. لا، من عاد لانه لاحظ غيابك، عودة اللي لاحظ غيابك لا يستحقك، لا يستحقك. ارجوكم انا بكلمكم على ناس فاهمه وعاقله، ناس وصلت في الظلم لمرحله ما ينفعش ان احنا نكمل عشان الناس دي اذتنا. انا ما بقول لكمش العفو والغفران والسماح، انا بقول لكم لناس تسببت لنا في ألم كبير وظلم وقهر. احنا في مرحلة تاني، مش في انتظار الرجوع والمسامحة. المسامحة دي لناس اخطأت مرة في حقنا ورجعت وخلاص، لكن الناس السامة دي لا للرجوع. سابع حاجة، خدوا عندكم الحتة الحلوة دي، بس صلوا على النبي في الكومنتات، خلينا ناخد ثواب في بداية الثلث الأخير من الليل. أنا سميتها بقى لا تراجع ولا استسلام. ركزوا، لا تراجع ولا استسلام. انا ناويه وانتوا ناويين. الناس اللي فتحت الفيديو ده مش صدفه، دي اشاره من ربنا ليكم وبشرى. انا ناويه من ساعه ما فتحت الفيديو ان انا اعمل ال7 حاجات اللي قالتهم غاده، وعلى يقين ان ربنا هينصرني. فانا لازم الناس المؤذيه دي امسحهم كده بجومه من عندي كده، خلاص بجوم. فاعمل ايه؟ لا تراجع ولا استسلام. وانا عايزه اقول لكم انتوا مش هتتشافوا من يوم، كملوا. وانتوا فاكرين ان احنا يوم وليله الناس اللي ظلمتنا هنبقى فريش كده؟ لا، ده في ناس بتمنع الاكل، وناس بتخس، وناس بتتعب نفسيا، بس احنا قويين. تمام؟ فاحنا هنعدي بمراحل. والله انتوا ولطف ربنا بيكم، في ناس بتقعد فتره طويله، انا مش هسمي ولا عد قد ايه، بس احنا مؤمنين ان احنا ظلمنا ده كان ابتلاء، وقضاء الله وقدره لينا، واحنا راضين بالقضاء والقدر. فما تستعجلوش، انا مش عايزه استعجال في الخطوات دي. وانتوا ان شاء الله ربنا هيجبر بخاطركم ويريح بالكم، والحقوق هترد. خلاص؟ الناس اللي بتحس بالحنين، لا والنبي حنين وديها عند امها دلوقتي، مفيش. الناس اللي بتحس باشتياق، لا خلاص، هو باي باي حبيبي، باي باي، لا رجوع لناس مؤذيه. احنا بنقول ايه؟ سابع حاجه، ودي ختامه مسك، لا تراجع ولا استسلام. طيب احنا هنحاول، هنقع في الفتره بتاعت لا تراجع ولا استسلام، هنقوم بجد والله، وهنستمر وهنكمل. اللحظات اليأس دي بتحصل، لا عادي، تحصل عادي، وانا مريت بيها، وكل حد اتظلم بيمر بيها، بس بنفوق وبنرجع ونخلي الفيديو ده عندنا على صفحتنا عشان هيفوقنا اول باول. طيب حاجه بقى اقولها كده اخيره بعد ال7 خطوات. انتوا مثلا هتسالوني طب واللي احنا عملناه مع الظالم طول حياتنا، في ناس بتتظلم بال20 30 سنه، وناس بال40 سنه، وناس بعد عشره عمر بتتظلم وبيتسرق منها حاجات كتيره ومشاعر. طب ايه غاده بقى اللي عملناه ده راح فين؟ هقول لكم ايه من سوره الكهف هتريح بالكم والله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن أحسن عملا. اللي انتوا عملتوه لن يضيعه الله، لن يضيع عند الله. فارتاحوا، كله مكتوب في كتاب، ويوم الموقف العظيم ربنا هيقول لنا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هنتحاسب بالذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. انتظروني ان شاء الله بس تاني وفيديو تاني جديد بآية جديدة، ونتعافى مع بعض ونزود يقيننا في الله، ونتعلم الامل في الله والرضا. الفيديو ده صدقة جارية على روح بابا وجميع موتى المسلمين. ادعوا لي بظهر الغيب، وانا ادعي لكم ربنا يطمن قلبكم ويرجع حقوقكم، والعوض جاي لا محالة، ابشروا. وانا غدا اتمنى لكم السعادة. اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.